لو سالت حد لسه بيبتدي وقلت له ليه اخترت الالوان دي تحديدا في تصميم البراندنج، هيقول لك علشان عاجبني، واحنا مش عاوزين ده يحصل معانا. واكبر غلطه في اختيار الالوان انك بتختار بذوقك الشخصي او على الموضه او علشان عاجبك. ما بتتحسبش كده يا صاحبي. السلام عليكم ورحمة الله واهلا بكم من جديد. معاكم كمال وحيد. بعد ما فهمنا اللوجو ووظيفته وشرحناه بالتفصيل، النهارده هنتكلم عن عنصر بيحدد الاحساس قبل ما العميل يقرأ اسم البراند: الالوان. زي ما قلت لك، اللون مش موضة ومش ذوق شخصي، اللون قرار استراتيجي مبني على فهم، وضروري ان كل مصمم يفهمها كويس. من خلال فهمك للالوان هتطلع تصاميم متناسقة ومريحة للعين. وعلشان كده قسمت لك الفيديو لنقاط معينة بالترتيب علشان نفهمهم مع بعض واحدة واحدة بشكل مبسط. فاللي هنعرفه في الفيديو ده مصطلحات الالوان ونظام الار جي بي والسي ام واي كي، هنفهم الكالر ويل او عجله الالوان وسيكولوجيه الالوان وتاثير كل لون. كمان هنفهم نظريه الالوان وتحليل الالوان لبراندات مشهوره، وازاي تستخدم الوان في البراندنج مع تطبيق عملي على براند كلاسيكس اللي اتكلمنا عليه في الفيديوهات اللي فاتت. فمن غير ما اضيع وقتك، حضر القهوه بتاعتك ويلا بينا على طول ندخل في موضوع الفيديو. طيب نبدا باول حاجه معانا وهي الكالر هيو. الهيو هنا معناها قيمه اللون نفسه، بيطلع لك اللون الاساسي معانا من غير اي برايتنس او ساتوريشن، باللون الاساسي معانا. فتبص معايا هنا كده، لو فتحت اي برنامج تصميم وجيت على الالوان وحركت السلايد ده كده، هتلاقي الهيو او الاتش اللي بتتحرك معاك بس. الاتش هنا معناها الهيو زي ما قلنا من شويه. لو طلعت بالسهم ده كده هتلاقي الهيو بس هو اللي بيتحرك معاك. النقطه او العلامه اللي بتختار بها اللون ثابته، مفيش حاجه بتتحرك معانا، الالوان بس هي اللي بتتحرك. دي الهيو ودي الساتوريشن ودي البرايتنس. تمام، نيجي على الساتوريشن برضو نشرحها كده. طيب الساتوريشن هنا معناها تشبع اللون نفسه. ناخد مثلا على اللون الاحمر واللون الازرق. هنا مثلا الدرجه 100% وهنا الدرجه 10%. كل ما بتقلل او بتنزل في الدرجه، اللون التشبع بتاعه بيبهت معاك اكتر. طيب واللون الازرق نفس الكلام برضو. نيجي برضو هنا على الساتوريشن، احنا مثلا هنختار اللون الاحمر ده. جينا على الساتوريشن نزود هنا مثلا كده، خليها 100%، هتلاقي الساتوريشن اعلى حاجه خالص. بص هنا كده مثلا، لو قللنا هتلاقي بتمشي معاك بخط مستقيم، بتقل معاك بتميل للابيض او للبهتان اكتر. تمام، فدي كده معانا الساتوريشن. يبقى كده دي الهيو اللي هي بتغير درجه اللون نفسها، وهنا الساتوريشن. انا هخلي مثلا الساتوريشن هنا 100% عشان تبقى شايف الالوان هنا اكتر. تمام. طيب نيجي لتالت حاجه وهي البرايتنس او اضاءه اللون. برضو زي ما انت شايف المثال موضح كل حاجه. كل ما تقل بالدرجه هنا كل ما اللون يغمق معاك اكتر. يعني هنا اللون بيبهت معاك، ولكن هنا اللون بيغمق اكتر. برضو في اللون الاحمر واللون الازرق كل ما تقل كده زي ما انت شايف اللون بيغمق معاك. نيجي هنا برضو على اداه الكالر في الفوتوشوب ونعلي في البرايتنس. لو تلاحظ هتلاقي ان العلامه اللي بتختار بيها هنا بتطلع معاك لفوق بشكل فيرتيكال. هنا الساتوريشن عكسها بشكل هوريزونتال او بشكل عرضي، هنا بشكل طولي. تمام كده الدنيا اظن وضحت معاك شويه. يبقى احنا كده معانا دلوقتي الهيو والساتوريشن والبرايتنس. تمام، الهيو بتغير اللون، شكل اللون نفسه او قيمه اللون، والساتوريشن للتشبع، والبرايتنس لاضاءه اللون او غمقان اللون نفسه. طيب نيجي لتاني حاجه معانا وهي الار جي بي والسي ام واي كي، واكيد سمعت عنهم ولكن بنقول عشان اللي ما سمعش او ما هوش عارف. طيب نبدا باول حاجه الار جي بي. كلمه ار جي بي نفسها مكونه من الريد والجرين والبلو، اول كل حرف من كل لون، الاحمر والاخضر والازرق. وده نظام الالوان اللي بتستخدم في كل حاجه لها اضاءه اصليه، زي مثلا السوفت بوكس ده او الشمس او القمر. دي كلها مصادر اساسيه طالع منها الضوء، مفيش عليها انعكاس، ده ضوء اصلي. تمام، بتسمى معانا بالار جي بي. بكل ما تضيف الوان اكتر كل ما توصل للون الابيض. يعني مثلا عندك اللون الاحمر دمجته مع اللون الاخضر طلع معانا لون اصفر. طيب وبرضه الاخضر دمجته مع الازرق طلع معانا اللون السيان. نفس الكلام برضه الازرق دمجته مع الاحمر طلع معانا الماجنتا. هتدمجهم كلهم مع بعض هيطلع لك اللون الابيض. انت دلوقتي كل ما تضيف الوان اكتر في الار جي بي كل ما بيطلع معاك باللون الابيض، بعكس السي ام واي كي وده هنجي لها كمان شويه. طيب والار جي بي بالنسبه لشغلنا بتستخدم لكل حاجه ديجيتال، زي مثلا اي صور على الموبايل او على الكمبيوتر او طالعه من السكرين عموما، اي حاجه ديجيتال بتسمى بالار جي بي. كده فهمنا دلوقتي الار جي بي بتستخدم لاي حاجه ديجيتال. طب هم ليه اختاروا الاحمر والاخضر والازرق؟ لان دي الالوان الاساسيه اللي بتولد اي لون تاني. طيب نيجي للسي ام واي كي وده عكس الار جي بي خالص. طيب وده بيتكون من مصدر خارجي، زي مثلا لون كتاب، اي حاجه بتشوفها منعكس عليها الضوء، مش ضوء اساسي زي الشمس. انا مثلا الشمس لو جاي على الكتاب فالكتاب بيديلك اللون بتاعه، او اي اضاءه عموما جايه من الاوضه او من اي مكان على شكل كتاب مثلا كده، فالكتاب بتشوفه. لكن الكتاب لو قدامك في شكل ضلمه مش هتشوفه.
صح؟ فده مش لون اساسي. الريموت ده مثلا انت شفت لونه علشان في حاجه منعكسه عليه، في ضوء منعكس عليه، فبالتالي شفت اللون بتاعه. لكن لو في مكان ضلمه خالص مفيش فيه اي اضاءات فده اسمه CMYK، عكس الار جي بي تماما. يعني باختصار كده عباره عن اي لون من مصدر خارجي، زي مثلا لون الكتاب، لون اي مطبوعات، وبرضه بنستخدمها في اي تصاميم خاصه بالمطبوعات. طب لو عملت سيف او حفظ لبوستر انت مصممه بار جي بي وعاوز تطبعه، هيطلع معاك بالوان باهته، مش هيطلع معاك بنفس التشبع او الساتوريشن اللي انت مشتغل بيه على السكرين، هيطلع معاك باهت تماما. فانت لازم قبل ما تشتغل عموما في اي حاجه تخص الطباعه، وده اكتر في شغلنا كبراندنج، لازم تشتغل بصيغه CMYK. وعلشان تفهم قصدي اكتر هتعمل نيو فايل هنا، هتلاقي هنا عندك الكالر مود RGB و CMYK. معانا طبعا حاجات تانية كتير، ولكن دول اغلب اتنين بنستخدمهم. الRGB بنستخدمها لاي حاجه ديجيتال، والCMYK بنستخدمها للطباعه. طيب انت مش ملاحظ ان هنا الالوان الاساسيه بتاعه CMYK هي نفسها الالوان الثانويه اللي طالعه من RGB؟ يعني مثلا الاصفر هنا هو الاصفر هنا، والماجنتا هنا هي الماجنتا هنا، ونفس الكلام الازرق هنا هو الازرق هنا، وكل ما يندمجوا مع بعض اكتر بيطلع لك اللون الاسود ده. يجي تالت بوينت في الفيديو هي سيكولوجيه الالوان او الكالر ويل، واللون تاثيره ايه علينا. دماغك بتستقبل اللون اسرع من النص واسرع من الشكل، كمان بيخلق احساس جواك في جزء من الثانيه، والاحساس ده بيأثر على الثقه والانطباع وقرار الشراء. وكل لون ليه تأثير نفسي علينا، واحنا كديزاينر بنستغل الحته دي وبنستخدم الالوان بناء على نشاط البراند نفسه. يعني لو براند فاني كده او براند اطفال بنستخدم اللون البينك والالوان الفواتح والحاجات دي. لو براند مثلا المأكولات بنستخدم الاحمر الاصفر، وهنيجي الامثله دي كمان شويه. علشان كده اللون مش اختيار تجميلي. فهم الجمله دي كويس وخدها مني، مفيش حاجه بتحافظ على الهويه اكتر من الالوان. يعني تخيل ابل باللون الازرق او لون اخضر اورجانيك كده، الوان عضويه. لو شفت مثلا باللون ده هل هتحس بنفس الشعور بابل بتاعت التكنولوجيا؟ اكيد لا طبعا، الاحساس كله هيتغير. تخيل فيسبوك باللون الاصفر، فهتحس ان ثباته اقل. فهنا اللون جزء من شخصيه البراند. طب نيجي نبص هنا على الكالر ويل او عجله الالوان. الالوان دي كلها طالعه من 3 الوان اساسيه. الالوان الاساسيه معانا هي اليلو والريد والبلو، الاصفر والاحمر والازرق. واكيد سمعت المعلومه دي في المدرسه زمان او سمعتها عموما، ان ما بين كل لون اساسي بيتولد لون اسمه سكندري كالر او لون ثانوي. طيب يعني ايه برضه؟ مش فاهم. يعني الثلاث الوان دول مخلوقين ما بين اللون الاحمر واللون الاصفر، وبرضه في الريد والبلو بيطلع منهم برضه الالوان اللي هي البينك والبنفسجي، وبرضه ما بين اليلو والازرق بيطلع منهم اللون الجرين او درجات الجرين. وكل ما بتكرر الالوان اكتر بيطلع معاك نفس الستايل ده كده. يعني كل ما تدمج الوان اكتر بيطلع معاك درجات اكتر. طب لو بصينا على شركه ابل هتلاقيها بتستخدم اللون الاسود في الغالب، وده بيدل على الفخامه والتكنولوجي وانه سيريس ما بيهزرش، بيعبر عن الريسبكتد او الاحترام والقوه. والاحمر بيدي احساس بالغضب والمشاعر والقوه، والازرق بيحسسك بالامان والهدوء. في المستشفيات عموما كلها هتلاقيها فيها اللون الازرق عشان تحس بالامان والهدوء. بالمناسبه قبل ما نكمل الفيديو هسيب لك في الديسكريبشن مواقع تقدر تختار منها الوان او توفق الوان على بعضها عشان تطلع معاك بشكل مريح للعين اكتر. لو بصيت معايا برضو هنا على سيكولوجيه الالوان، معاني الالوان وتاثيرها على المشاعر والسلوك، دي صوره كده عملتها على السريع. عندك ان اللون الاحمر بيعبر عن الحب والشغف، والاورنج بيعكس الحماس والابداع والتفاؤل، والاصفر بيدل على السعاده والايجابيه، والاخضر هنا برضو بيدل على الطبيعه والنمو والصحه، والازرق بيعكس الثقه والامان والاستقرار، البنفسجي بيرمز للفخامه والابداع. كل لون من ده ليه تاثير ومشاعر معينه. وهسيب لك كل الصور اللي بنشرح عليها في الفيديو ده في ملف PDF على جروب تليجرام عشان ترجع لهم في اي وقت. طيب لو بصينا برضو هنلاقي ان في حاجه هنا اسمها الكولد كولرز والورم كولرز، الالوان البارده والالوان الحاره والالوان الحاده. الالوان البارده اللي هي الاخضر والازرق والحاجات اللي بتدل على الهدوء او البرود، والالوان الحاره بتدل على المطاعم والكافيهات والانذارات والحاجات دي كلها. والصوره ده توضح لك الدنيا اكتر وهتعرفك ان كل شركه ليها حاجه معينه او ليها احساس معين. زي الفيسبوك مثلا باللون الازرق، لو باللون الاحمر مش هتستخدمه او مش هتحس بنفس الاحساس اللي انت حاسه بيه دلوقتي لما سمعت كلمه فيسبوك. تمام. نفس الكلام برضو على شركات التكييف والشوكولاتات والحاجات دي. فالصوره دي بتوضح لك الدنيا اكتر عن موضوع البراندات او بتستخدم البراندات ازاي. ندخل على الجزء اللي بعد كده وهي نظريه الالوان. في علاقه ما بين الالوان وبعضها.
ومن خلال فهمك للعلاقه دي نقدر نحدد الوان لو استخدمناها مع بعض تدينا تناسق وتناغم في الالوان، وده بيندرج تحت اسم كلر هارموني. مش مهم تعرف المصطلح ده خالص، ولكن خلينا نتكلم عن اشهر العلاقات دي. عندنا اول حاجه وهي اللون الاحادي. طيب اللون الاحادي ده بنستخدمه احيانا في براندات مبقاش فيها الوان كتير، زي مثلا البراند ده بنستخدم اللون الاحمر او الاخضر او الازرق او اي درجه لون عندنا، ولكن بيبقى لون اساسي واحد بتطلع منه درجات معينه زي ما المثال ده موضح قدامك. نيجي لتاني علاقه معانا وهي الكومبلمنتري او الالوان المتقابله، زي مثلا الازرق والاورنج او الاخضر والاحمر او البنفسجي والاصفر. دي كلها برضو الوان بنستخدمها في براندات مترقعه شويه شبابي او كده. وفي برضو العلاقات دي الالوان المتقابله زي الازرق والاورنج او الاخضر والاحمر اللي هي الالوان المتجاوره، والالوان الثلاثيه اللي هي البنفسجي والاصفر. فدي كلها برضو علاقات او اساليب معينه نختار بيها الالوان في البراندات. يعني من الاخر كده في براندات بتستخدم الوان ثابته او لون واحد مثلا تحته درجات الوان معينه من نفس اللون، او درجات مختلفه زي ما قلت لك مثلا كده الازرق والاورنج او الاخضر والاحمر وبرضه تحتهم درجاتهم. ففي ده وفي ده بيبقى براند هادي وده بيبقى براند مطرقع فيه الوان كتير كده. ولو فتحت موقع ادوبي في الوش كده هتلاقي الكلر هارموني اللي شرحناه دلوقتي. تلاقي هنا علاقات كتير للالوان. عندك هنا الكاستم عادي، وهنا الالوان اللي هي المجاوره اختار براحتك كده زي ما انت شايف، وعندك برضو الالوان المتقابله، وعندك السكوير وكل حاجه. فجرب براحتك انت هنا كده وشوف هتطلع حاجات كويسه معاك. ممكن نجرب ده على موقع ادوبي، هسيبه لك في الديسكربشن، وهسيب لك مواقع تانية كتير تستخدمها في اختيار الالوان. ندخل على البوينت اللي بعد كده وهي قاعده التلوين في تصميم البراندات. دايما بنمشي بقاعده اسمها 60 30 20. يعني ايه الكلام ده؟ براند زي ما قلت لك مش مجرد لون واحد بس ثابت وخلاص، ولكن ده نظام الوان متكامل بيخلق هويه بصريه واضحه ومتناسقه. لكن لما بتستخدم الالوان بشكل عشوائي غالبا ما بتظبطش معاك، ما بقاش فيه حاجه مريحه للعين. وركز معايا بقى كده هنا لان ده مهم جدا. احنا عندنا الالوان 3 انواع اساسيين بنستخدمهم في تصميم الهويه البصريه. عندك البرايمري كلر والسكندري كلر والناتشورال كلر، الالوان الاساسيه والالوان الثانويه والالوان المحايده. دول اغلب 3 انواع بنستخدمهم في تصميم البراند. وفي صحيح برضو معانا الاسنت كلر او الالوان المساعده. طب بص معايا على المثال ده كده. عندك اللون الاساسي زي ما قلت لك اللي هو البرايمري كلر، ودي هنا انا بتكلم اللون الاساسي في البراند مش في الكلر ويل. الكلر ويل حاجه وهنا بقى حاجه تانية. هنا خلاص انت بادئ شغل تصميم، فاللون الاساسي ده مقصده هنا في البراند. زي ما قلت لك بستخدم قاعده 60 30 10 اللي هو اللون الاساسي معانا هنا البرايمري كلر، وده اللون الرئيسي للبراند واللي بيعبر عن شخصيته وهويته بشكل مباشر، وغالبا بيكون اكتر لون ظاهر في اللوجو والهويه البصريه او التصميم الرئيسيه عموما. تاني حاجه وهي السكندري كلر او الالوان الثانويه، ودي الوان داعمه بتكمل اللون الاساسي وبتضيف تنوع للتصميم من غير اي تشتت. ومش شرط بالمناسبه تكون عكس اللون الاساسي، بس معظم الناس بيقول لك ان البرايمري كلر عشان تختار له السكندري كلر لازم يبقى العكس بتاع اللون بتاعه، مع انه مش شرط يعني. فمش شرط تكون عكس اللون الاساسي، ولكن المهم تكون متناسقه معاه وتخدم الاحساس البصري وتكون مريحه للعين. طيب نيجي لثالث حاجه معانا وهي النيوترال كلر او الالوان المحايده، زي الابيض او الاسود او الرمادي او الدرجات الهاديه. ده غالبا بتستخدم في الخلفيات او النصوص التكست او في مساحات فاضيه. وعندنا برضو الاسنت كلر، ودي الوان بنستخدمها بشكل محدود علشان تلفت الانتباه. بنستخدمها مثلا زي زر او حاجه على الويب سايت عشان تدي قرار شراء مثلا او كده. ونظام الالوان ده مهم جدا 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 في تصميم البراند. ما ينفعش تبقى مختار الوان عشوائيه، وكل التفاصيل دي اصلا بتبقى موجوده في الجايد لاين او في البراند بوك للهويه البصريه او البراند اللي بنشتغل عليه. دي الالوان اللي استخدمتها اوريدي في براند كلاسيكس اللي اتكلمنا عليه في الفيديوهات اللي فاتت. طب نيجي بعد كده لتحليل البراندات. عندك كوكاكولا مثلا بتستخدم اللون الاحمر، اللون الاساسي عندها. الاحمر مش بس طاقه، لون الساتوريشن بتاعه عالي جدا وملفت ومناسب جدا لبراند بيعتمد على العاطفه والانتشار والاحتفال، فعشان كده مستخدمين اللون الاحمر لون اساسي عندهم. وعندك برضو هنا فيسبوك مستخدم الالوان البارده اللي هي درجه اللون الازرق، نسبيا بيدي احساس بالثقه والهدوء، وده مناسب جدا لمنصه اجتماعيه عليها ناس كتير بيتكلموا مع بعض. عندك ماكدونالدز مستخدم الالوان الحاره الاحمر والاصفر. الاحمر بيفتح الشهيه والطاقه، والاصفر للفت الانتباه. عندك برضو STC باي في سوق تشبع بالازرق. في شركات الاتصالات اختارت اللون البنفسجي يكون قوي علشان تتميز بصريا وتخلق هويه مختلفه. نرجع للمثال ده تاني برضو، البراندات البارده والبراندات الحاره. فهمت كده قصدي ماشي ازاي؟ عندك الفيسبوك في براندات البارده، وكوكاكولا مثلا هنا في براندات اللي هي الريد او الحاره.
بالذات اختار اللون بشكل احترافي لاي براند بتشتغل عليه. بنيجي على براند كلاسيكس اللي اشتغلنا عليه قبل كده ونشوف احنا طلعنا الالوان ازاي. عندك فلسفه الالوان هنا، اختيار الالوان اتبنى على فكره فخامه السيارات الكلاسيكيه والاحتراف والخبره والاحساس بالنوستالجيا، وانه بيخاطب ناس فوق سن ال40 سنه، مش شباب او اطفال نستخدم لهم مثلا الوان تريندي او الوان فاقعه او مطرقعه او كده، لكن دول ناس هاديه راقيه عايزين الوان تكون مناسبه معاهم. فعشان كده استخدمنا اول لون معانا اللون الازرق الداكن ده، بيعبر عن القوة والثبات والفخامة والاحتراف والخبرة. الورشة هنا مش مجرد مكان صيانة، ولكن بنشتغل على سيارات لها قيمة وتاريخ، فاللون ده بيدي احساس انهم في المكان الصح. طيب اللون الازرق الفاتح ده بيعبر برضه عن الثقة والاعتمادية والاحتراف والهدوء. اللون ده بيدعم فكرة ان الورشة عندها خبرة ومحافظة على الروح الكلاسيكية القديمة. طيب نيجي على اللون السيلفر، بيعبر عن الجودة العالية والتفاصيل والعناية. وبتكلم هنا على التفاصيل لان لو تلاحظ هتلاقي في السياره دي من هنا كده مثلا في اللون السيلفر ده موجود، لو تلاحظ هتلاقي في السيارات معظمها يعني فيها اللون السيلفر ده، فعشان كده استخدمت اللون ده معانا. فاللون الفضي هنا بيعكس الدقه والحرفيه في الشغل. واللون السوفت وايت اللي هو افتح حاجه معانا، ودي اللي هي الالوان المحايده اللي اتكلمنا عليها من شويه. اللون بيدل على التوازن والراحه، وبيعكس ان الورشه منظمه واحترافيه ومكان بيهتم بالتفاصيل والخدمه. فهنا انت بتفكر بشكل استراتيجي مفهوم ومدروس، وكل فتره بيطلع ترند جديد للالوان. فمش معنى كده اننا نوقف عقلنا او نقتل الكرياتيفيتي عندنا. الالوان وترتيبها موهبه ابداعيه وعلم، ولو كسرت القاعده او كسرت القانون ده يعني وطلعت باساليب جديده بشكل كويس بشكل غير مؤذي للعين او بشكل ابداعي، فده مش معناه انك ماشي غلط، ولكن لازم تتمرن او تتمرس كويس جدا على اختيار الالوان دي. بيجي مع الخبره مش في يوم وليله، وتفهم اللعب الالوان كويس ونعرف ايه اللي هينفع وايه اللي ما ينفعش او هيكون مؤذي للعين. وعايزك تحط نفسك مكان اليوزرز وهو بيستخدم البراند بتاعك ده او بيبص على الالوان، هل هيكون مناسب معاهم ولا لا؟ دي الفكره كلها. فالخلاصه، اختيار اللون الصح ممكن يعلي القيمه في عين العميل، واختيار لون غلط ممكن يقلل الثقه. وبكده خلصنا فيديو النهارده، وتمهيدا للحلقه الجايه هنكمل باقي مكونات الهويه البصريه. احنا خلاص اتكلمنا عن اللوجو والالوان وفهمناهم، هنتكلم بقى عن حاجه بتكملهم هي الخطوط. هنشوف ازاي الخطوط بتغير شخصيه البراند بالكامل. فلو الحلقه دي فرقت معاك سيب لايك واكتب لي في الكومنتات براند شايفه ناجح او شايفه مميز في الالوان، وما تنساش تنضم لنا على جروب تليجرام، هتلاقي الصور اللي شرحتها في الفيديو ده موجوده هناك. هسيب لكم كل التفاصيل في الديسكريبشن. اشوفكم الفيديو الجاي وسلام.